تخيل معايا إنك فجأة تسمع صوت غريب، الأرض بتتهز تحت رجلك، أو موجة ضخمة بتقرب منك بسرعة جنونية، أو حتى تلاقي نار طالع من مكان مش متوقع. في اللحظة دي مفيش وقت تفكر، لازم تتصرف في أسرع وقت. وساعتها المعلومة اللي كانت بالنسبة لك مجرد معرفة عامة ممكن تكون الفرق بين الحياة والموت. في الموضوع ده هنغطي كل حاجة ممكن تساعدك تنجو من أخطر الكوارث الطبيعية: زلازل، حرائق، تسونامي، سيول، أعاصير، وكيف تجهز نفسك لأي موقف طارئ. قبل ما نبدأ، لو لسه جديد اعمل لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. أولاً، الزلازل، لما الأرض تقرر تتحرك. الزلازل ممكن تضرب فجأة بدون سابق إنذار، وأقوى زلزال في التاريخ وصلت قوته ل 9.5 ريختر. أثناء الزلزال، لو جوا مبنى، اتجه لأقرب طاولة أو مكتب متين وخلي جسمك تحتها ويدك تحمي راسك. ما تستخدمش الأسانسير. لو ما فيش طاولة، خليك بجانب حائط داخلي بعيد عن الزجاج. لو في الشارع، أبعد فوراً عن المباني العالية، الكباري، الأعمدة، وخليك في مساحة مفتوحة. لو في عربية، وقف العربية فوراً في مكان آمن، أبعد عن الجسور، وما تنزلش إلا بعد توقف الزلزال. بعد الزلزال، اتفقد نفسك وأي إصابات حواليك. افصل الغاز والكهرباء لو تقدر. استعد للهزات الارتدادية اللي ممكن تكون أخطر من الهزة الأصلية. تابع الراديو أو الموبايل للحصول على التحديثات. ما تتحركش إلا لو المكان بقى آمن 100%. ثانياً، الحرائق، لما النار تسبقك بثواني. الحريق ممكن ينتشر في دقائق، خاصة لو حصل في أماكن مغلقة أو فيها غاز وكهرباء. لو اندلع حريق وإنت في البيت، أول حاجة ما تفزعش. لو فيه دخان، انزل على الأرض وامشي زاحفاً. الدخان بيكون أخطر من النار نفسها. ما تفتحش أي باب قبل ما تلمسه بإيدك، لو سخن معناها فيه نار وراه. لو لبسك ولع، توقف، انبطح، تدحرج على الأرض. لو اتحبست في غرفة، سد الشقوق بأي قماشة مبلولة علشان تمنع الدخان يدخل. افتح الشباك ونادي على الناس بصوت عالي. ما ترميش نفسك من دور عالي إلا في حالة خطورة قصوى. لو عندك وقت، حاول تستخدم طفاية الحريق، بس لازم تكون عارف إزاي تستعملها مسبقاً. اتصل بالإسعاف أو الحماية المدنية فوراً. تسونامي، لما البحر يهاجم. التسونامي مش دايماً بيبدأ بموجة ضخمة، بل أحياناً البحر بيبدأ ينسحب فجأة. لو شفت ده، اعرف إن الكارثة جاية. علامات تحذيرية: البحر بينسحب بشكل غير طبيعي، هزة أرضية قوية حصلت في نفس اليوم، صوت تحذيرات أو صفارات إنذار على الشاطئ. إزاي تتصرف؟ اجري فوراً لأقرب مكان مرتفع، مفيش وقت تجمع حاجتك. لو معاك ناس، شدهم معاك، لكن ما تضيعش وقت تقنع حد. ما ترجعش أبداً للشاطئ إلا لما الجهات الرسمية تأكد الأمان. معلومة مهمة: تسونامي 2004 في إندونيسيا قتل أكثر من 230 ألف شخص، لكن في أطفال نجوا بس لأنهم تعلموا من حصة في المدرسة إن البحر لما ينسحب فجأة لازم يهربوا للجبل. رابعاً، الأعاصير، لما الهواء يجن. الأعاصير مش منتشرة في العالم العربي، لكنها بتحصل في بعض المناطق مثل جنوب الخليج أو سواحل المحيط. تصرفات مهمة: أول ما تسمع تحذير، خليك داخل مكان آمن أو تحت الأرض لو متاح. ابعد تماماً عن الشبابيك. خليك سامع الراديو أو تطبيقات الطوارئ على تليفونك. لو مفيش مكان آمن، خليك في غرفة داخلية، حمام أو ممر، وابعد عن الزجاج. غطي رأسك بإيدك أو مخدة أو بطانية. خامساً، السيول، المياه اللي بتخدع.
أخطر حاجة في السيول إنها بتظهر فجأة وتحرك السيارات وتهد البيوت. لو سايق ما تحاولش أبداً تعدي مياه جارية حتى لو شكلها بسيط. 30 سنتيمتر من المياه ممكن تحرك سيارتك، و60 سنتيمتر ممكن تغرقها. لو ماشي امشي فوراً على أرض مرتفعة، ما تقربش من مجاري التصريف أو الأعمدة. ابعد عن المناطق الزراعية المغمورة لأنها ممكن تنهار تحتك. نصائح ذهبية للنجاة: درب نفسك وأطفالك على التصرف السريع. أعمل خطة هروب في كل مكان تتردد عليه: البيت، المدرسة، الشغل. حافظ على هدوءك، الخوف بيخليك ترتكب أخطاء قاتلة. اتعلم الإسعافات الأولية حتى على اليوتيوب. شارك المعلومات مع أهلك وأصحابك لأنك ممكن تنقذ حد غيرك. الخاتمة: الكوارث مش بتستأذن ولا بتديك وقت تفكر، لكن الاستعداد المسبق والمعلوم الصح ممكن يفرقوا بين الحياة والموت. لو وصلت لهنا فأنت قطعت أول خطوة في طريق الوعي والنجاة. خد نفس عميق وأبدأ جهز شنطتك، خطتك وعقلك، لأنك مش عارف إمتى حتحتاجهم.